الناس اللي عندها مقاول ذاتي اللي راح تخلص الضرائب ولا يتعمر في الجدوز باش تخلص المليون تاع المقاول الذاتي، عندكم مشكله، راهم فارضين عليكم مبلغ 200 مليون في الضرائب هكذا. بون نعطيكم معلومه صغيره برك، هذه تاع جوان راهي تصريح تقديري، راح تخلص فيه المليون تاعك الحد الادنى باش نحي لكم المشكل هذا خلاص. في العام الثاني تاعك، العام الاول تاعك ما ديرهاش، لكن العام الثاني تروح ديرها، تروح في جوان. تقول لي امين اكثر سؤال تطرح يا امين دوك نسلك السنه ونسلك في جانفي. لا، انا واحد من الناس مثلا واش نديرو، نصرح ابري قد راح تربح في العام وتسلك المليون تاعك المينيموم، وفي جانفي ما تسلكش، في جانفي تعاود دير لهم نفس الرقم عاود تسبريمه، يعني تصريح برك بلي انا ما زدتش ما ربحتش فوق هذاك المبلغ. اذا ربحت فوق هذاك المبلغ راح ديكلاري برك وراح تسلك 0.5 نورمالمون. هذا هو هكذا منطقيا، هذا هو القانون. لكن في بلادنا هنا على بالكم بلي حنا حاجه ماهي نورمال. علاش؟ لانه مثلا كنت تروح دوكا تخلص الضريبه يفرضوا عليك مبلغ 200 مليون. انا تواصلنا مع الوكاله وراهو على بالهم بالمشكل وعلى بالهم بالقانون وكلش. تروح الضرائب، كاين ناس ما تعرفش، موظفين ما يعرفوش، ما عندهمش كفاءه، يقول لك لا لازم تحط لي رقم 200 مليون. علاش نحط لك رقم 200 مليون؟ انا حاب نحط 10 ملايين، حاب نحط 20، حاب نحط 50 على حساب الرقم الامال اللي انا نشوف فيه هنا عندي ونربحه. علاش نحط لك 200؟ علاش تضخيم هذا الرقم؟ علاش حابين نضخموا الرقم؟ من وراء هذا الشيء اللي حابين يضخموا الارقام؟ فارضين هاني درك اني عندي ضرائب، ها اني ورايا تاع الضرائب، ها اني ورايا. فهمناهم ما كانش مش حابين نوصلوا الناس الموظفين، ناس كبار ربي يسهل. المهم حنا بلغنا سياسه التبليغ، ما نوصلوا حتى واحد، ما ندابزوا مع الناس، ما نقلقوا ما والو. صح راح نضيعوا وقتنا وضيعنا وقتنا مع بطاقه المقاول الذاتي هذه، لانه نهار درناها وحنا في الاداره ما خرجناش منها، يعني فيها عراقيل بزاف ما حبوش يطبقوا. لذلك فنصيحتي لكم، المقاول الذاتي راهي النسبه المئويه تاعو هي 0.5، الحد الادنى هي مليون. في ال 200 مليون تسلك مليون، فوق 200 مليون تحسب 0.5. فيما يخص الديكلاراسيون تاع الضرائب تاعك، اذا تروح بلي تربح 50 مليون، 10 ملايين، 20، 80، ديكلاري هذا الرقم. تروح لهم يقول لك لا امين نفرضوا عليا 200 سينو والله ما تسلكها، ما تداق معاهم ما والو. قول لهم دوك ندير لكم، دوك نبلغ عليكم، دوك ندير لكم تبليغ. وعيط للوكاله الوطنيه للمقاول الذاتي في صفحه الفيسبوك، وعيط للموقع تاع انا في الارقام تاعهم، عيط لهم مشكي بهم بالاسم المؤسسه وباسمك انت، وقول لهم بلي فرضوا عليا مبلغ 200 مليون وهذا غير قانونيه. لانه كي تهضر معاهم يقول لك السيستم ما يحسبلكش. انا واش دخلني في السيستم؟ جيبوا لي هذا المبرمج هذا اللي عنده امين ما حبش يغير، يعني ما حبش يعدل قضيه المقاول الذاتي كيفاه يحسبوا لهم. اذا كان صعيب اخويا تفضل اخرج، كاين مبرمجين جزائريين عندهم كفاءه يقدرون يحلوا هذا المشكل ببساطه. تقول لك لا، يقول لك السيستم كي تدخل 100 ما يحسبلكش. ما فهمتش انا علاش ما تحسبليش؟ قانون هكذا، لا كان سيستم ولا فوق القانون فوق الدستور هذيك حاجه اخرى. ولكن حنا ولينا مواطنين نخدموا في بلاصه المؤسسات اللي ساكنين عليها شهريه، وحنا ماناش سالكين، حنا رانا ناس بطالين، حنا البلاد ما عطتناش، يعني ما عطتنا والو، حنا رانا خرجنا في طريق ماشي مليحه، لكن دربنا وتعلمنا وحدنا وقدرنا نديروا حوايج وحدنا. ومن بعد فوق هذا نخلصوا الدوله ونخلصوا لاسيونس، وفوق هذا يديروا لنا عراقيل باش يكرهونا جد حياتنا. هضرنا للمره الالف. هذا المشكل انا العام اللي فات راني سلكت 100 مليون، في ال 100 مليون تسلك مليون، هذا هو العام اللي فات درناها. السنه عاودوا رجعونا نفس المشكل. لذلك فالناس اللي راحه يقولوا لهم باللي ديكلاريو 200 مليون راهو خطا. راهي ما تقدرش مؤسسه ولا موظف دوله يفرض عليك مبلغ غير قانونيه. هذه عندك انت شفت روحك باللي رقم الاعمال تاعك هو 20 مليون ولا 50 مليون 60 مليون، خويا اكتب في التصريح التقديري تاعك باللي ابيبري في العام راك تربح ابيبري 50 مليون. حطها، ولا حط 100 ولا حط 120، ما تحطش 200. ما تقدرش يا جماعه اصلا هو تصريح تقديري. كيف تصريح تقديري تفرض عليا مبلغ ثابت 200 مليون سينو والله ما تسلكها؟ لا، هذا خطا، هذا خطا. الوكاله الوطنيه للمقاول الذاتي راهي تقوم باقصى جهدها، على بالي واش راه صاري، على بالي الضغط اللي عليهم، على بالي البيروقراطيه اللي كاينه، وعلى بالي ما نقولوش فساد منتشر، لكن كاينه حاجه رافضين الرقمنه. هذا هو فهمت الرئيس الجمهوريه علاش راه عنده مشكل مع الرقمنه. كاين ناس ما همش حابين الرقمنه، ممكن حابين يضخموا ارقام، ممكن حابين يدرجوا كاش فضائح، مانيش عارف. انا مواطن مانيش حاب ندخل في مشاكل تاعكم. يا ودي خطونا خويا، درنا حوايج تاع نخدموا وحدنا، ما عطاتناش بلادنا. ربي يسهل بلادنا تبقى بلادنا، ما عندنا ما نديروا. الناس ماتت وراحت هي صغيره، قلنا نعيشوا الشيء اللي كاين براحه بال.
المهم ما نخدموش عند الناس، المهم الحمد لله واحد عنده روحه ولا شي اللي يقدر يستمتع بحياته، الله غالب. بصح باش تولي انت كمواطن تنعتل المؤسسه دوله، تنعتلها القانون، تقول لها ودي هاو القانون، وماش مره ما يهزوز ولا خطا ولا موظف مسكين ما يعرفش ولا. والله العظيم رانا في عامين، والله العام اللي فات نفس المشكل زاد عاودوه لنا السنه ونفس الاشخاص، وزيد يقول لك سيستم. يا ودي العام اللي فات رانا سلكنا نورمال، نفس المشكل نفس السيستم. فتكرار هذا المشكل راح يخلي الناس تحبط وتفقد الثقه في المؤسسات نتاعها كل يوم كل يوم كل يوم. نتمنى يكون الاحترام بين مؤسسات والشعب، ونتمنى تطبيق القوانين بطريقه مليحه ليحس المواطن باللي راهي كاينه حاجه خفيفه، ماهوش ضاغطين عليه ضاغطين عليه ضاغطين عليه ويحقروا من بعد في الاخر يقول لك لا ربي سهل، السيستم قال. السيستم ماهوش فوق الدستور، السيستم ماهوش فوق القانون، السيستم ماهوش فوق الجريده الرسميه اللي ديكلارات الامور هذو. ما فهمتش انا، اذا كان المشكل في السيستم اذا المشكل في المبرمج، اذا جيبوا لنا هذا المبرمج نهضروا معاه، هذا اللي حاكم البرمجه تاع الموقع هذا جيبوا لنا نهضروا معاه ونفهموا ولا يفهمنا. واش بيك عندك عامين اخويا انت تتغدى وتتعشى وتفطر وتسلك، علاش ماكش حاب تبدل هذا البرمجه؟ رانا تعبنا، رانا ناس بسطاء، رانا ناس نحبوا نعيشوا بالقليل، ماناش الناس نحبوا نعيشوا بالحرام، ماناش حابين الناس نعيشوا بالزطله وبالكوكايين وبالفساد، حابين نعيشوا بالشيء اللي نقدروا عليه باحترام. نحبوا نكونوا ناس عاقلين، ماناش حابين نكونوا ناس خامجين في رصاننا رغم انه رصاننا خمجوا، ماناش حابين نكونوا قباح، ماناش حابين نقولوا الجزائر ماشي مليحه، ماناش حابين نقولوا بلادنا راهي تحقر. انتم كل يوم تخرجونا بقصات تفرضوا علينا امور ماهيش مليحه. الله غالب. الوكاله الوطنيه للمقاوله الذاتي تعبت والله العظيم. انا ديفو نبعث لهم هاو مشكل كذا تاع ويجيني شكوات، علاش؟ باسكو انا صاني محتوى، الناس تعرفني بزاف المغرب العربي يبعثوا لي شكاوي بزاف، وانا ما نقدرش نفضح الناس ولا نهضر فلان فلان فلان، غير لكن هو عطاني الاوكي وقال لي بون تفضل اسم واللقب ديكلاري. لكن معظم الناس تقريبا فيهم متزوجين، فيهم ناس خاطئين، فيهم ناس صغار، ما نقدرش دوك نبدا نخرج المواضيع تاع الناس نخرجهم في المواقع وبات نقول له هاو دار المشكل. من فضلكم احترمونا، رانا محترمينكم، رانا نحاولوا نخدموا بطريقه قانونيه. انتم القانون درتوه وكيف انتم ديروا القانون حنا نجيو نعتوا لكم القانون باللي راكم دايرينه غلطه. هاو عيب يا جماعه، والله عيب والله. لذلك فنصيحتي باختصار، ما كانش واحد يفرض عليك المقاول الذاتي، راهي مليون. ما كانش واحد يفرض عليك الرقم الاعمال تاعك، ماهيش 200 مليون، تقدر دير المبلغ اللي تشوفه انت ربحته 50 60 70. فيما يخص التصريح التقديري هذا راهو تقديري، تقدر تحط ابي بري قداه ربحت 6 شهور ولا 3 شهور هذا برك، ومن بعد تزيد في جانفي وتسلك عليهم في زوز قداه، تسلك عليهم في زوز ثاني والله ما على بالي، قدرت تسلك مليون على جانفي تسلك مليون احتمال ثاني، مش احتمال باينه باينه. لذلك فانا ننصحكم الطريقه تاعي المليحه انك دير ابيبري قدا راح تربح في العام ابيبري، مادام حنا النسبه تاعنا ضعيفه. قلت لهم مثلا حنربح 100 مليون مانيش راح نفوتها، اذا ندير تقديري هي بعد في جانفي تروح تصرح برك ما تسلكش، تروح تقول لهم بلي ما زدت حتى مبلغ فوق 100. هاي سهله خلاص، في جانفي نكون فهموكم كيفاه. هكذا يا جماعه، بالتوفيق للجميع، السلام عليكم.